إزاي بقيت كاتبة محتوى الهواوي انتربرايز بعد دخولي مجال كتابة المحتوى بسنة واحدة بس؟ أنا بدأت مجال كتابة المحتوى من شركة، وبصراحة مش هقدر أنكر فضلها عليا في إن هي اللي علمتني كتابة المحتوى، لكن الحمد لله الموهبة كانت عندي أصلا. وقتها حسيت إن أنا مضغوطة لأن أنا كنت بمسك عميل في نفس اللحظة وأحط له خطة لمدة شهر وشهرين، وحرفيا كنت بشتغل التمن ساعات كاملين من غير حتى ما اخد نفس. وبعد فترة طلبت أجازة لأن وقتها كنت تعبانة جدا، وتخيلوا إن هم رفضوا الأجازة علشان أرتاح شوية أو علشان أكشف. وساعتها حسيت إن اللي ما يقدرنيش في وقت تعبي ما يستاهلش إن أنا أكمل معاه أصلا. وبعدها الحمد لله كان في حد عارف شغلي كويس وعارف مستوايا في المحتوى، رشحني لشركة وكان من ضمن العملاء بتوعها هواوي انتربرايز. والحمد لله أنا دي كانت بالنسبة لي نقلة كبيرة جدًا، لإن إزاي أنا لسه جديدة والحمد لله إن أنا قدرت أمسك شركة زي دي في وقت قصير. ووقتها قدّرت وفهمت كويس إن ربنا مش هيضيّع مجهودك أبدًا ولا سعيك طول ما أنت ماشي صح وطول ما أنت بتعمل اللي عليك. وبعدها اشتغلت مع براندات كتير واشتغلت مع شركات كتير وعُملا في مصر وبرّه مصر. وفي الآخر اعتبر إن دي رسالة، لو أنت حاسس إن المكان ده مش مكانك أو أنت بتعمل اللي عليك بس مش لاقي عوض دلوقتي، اصبر واستنى وإن شاء الله هييجي لك اللي أنت بتتمناه وأكتر.